Mustafa was not scared. This is a group of like 8 dudes, like big dudes. And اول ما حد مسكني نزلت سب فيهم. going up to them, he's like, yeah, do something, do something. طيب يا رجالة، أنا من ساعة ما جيت أمريكا هنا وأنا بتحصل لي مواقف في منتهى الرعب. هي مش عشان الدولة خطر وشوارع أمريكا والعصابات وكل حاجة، بس أو بصراحة عشان أيوة الدولة إلى حد ما مرعبة. أنت تخيل أنت ممكن تكون ماشي مع واحد، تهزر مع واحد كان يقطع على وشه ده، أنت إيه مناخيرك دي تلاقيك ضربت بالنار. الفكرة ان كل حد هنا انتم مش متخيلين قد ايه سهولة ان انت توصل لاسلحة هنا. وعشان كده انت يعني اكيد تسمعوا عن قصص ناس بتدخل باي كي مدارس وتضرب كل الناس بالنار ومش عارف ايه، حاجة مرعبة جدا. انا طول عمري كنت اروح لما العب جي تي اي فايس سيتي استغرب هو فين محلات الاسلحة دي، مش موجودة في مصر ولا في الكويت. ازاي في محلات هنا في امريكا؟ هنا في امريكا تقدر تشتري اسلحة من وول مارت. الموضوع مرعب جدا. وانا اكتر من مرة حصل لي موقف ان انا كنت قريب من شوتينج. بس كل ده يا شباب ولا مرة كان بالرعب الموقف اللي جاي ده. شوفوا، كان في يوم يعني كان يوم عادي جدا. انا كنت بتمرن في الجيم مع لوان. انتوا اكيد فاكرين لوان اللي طلعت في فيديو الجيم اللي شويه منكم دخلوا كلموها في الدايركت. تطلع في الدايركت يا تودونا في ده. المهم كنت بتمرن مع لوان وخلصنا الجيم فرايحين ناكل. بعد الجيم رايحين ناكل في الكافيتيريا. انا رايح بالفانيلا الكوتونيل. رايح الكافيتيريا ومش عارف ايه. ورحت قعدت اكل. طيب لغاية دلوقتي كل حاجة كويسة، مفيش حاجة غريبة، مفيش حاجة خارجة عن الطبيعي. فكنت قاعد اكل. بعدين خلصت الطبق بتاعي فرحت اجيب لي طبق. فرحت اجيب طبق يا رجالة. رحت اجيب بيتزا. فوانا ماشي قابلت واحدة صاحبتي اسمها كيتلين طلعت في فيديو برضو، انتوا لو تفتكروا فيديو يوم في حياتي اللي رحنا يوم ميلادها. قابلت كيتلين في الكافيتيريا وجات قالت لي مصطفى انت عادي اقعد معاك او فيما معناه يعني. قلت لها والله انا قاعد مع لوان بس لو عايزه تيجي تقعدي مش مشكله. قالت لي طيب. ورحت انا اجيب بيتزا اموري تمام قشطه. فرايح قاعدة بجيب البيتزا بتاعتي في حالي تمام. فلقيت كيتلين كانت قاعدة ورا المكان بتاع البيتزا على طول. الكافيتيريا برضو طلع في فيديو في حياتي تروحوا تشوفوه. ف كنت قاعد بجيب البيتزا بتاعتي في امان الله. لقيت كيتلين بتقول لاختها الصغيرة، طلع اختها الصغيرة معاها بتقول لها احنا هنروح نقعد مع مصطفى وصاحبته الفرنسية لوان. فسمعت مجموعة مرتولة كانت من تمن مش عارف اقول عليهم شباب ولا تمن. ما اقدرش اشتم هنا. ايا يكن يعني تمن عيال قاعدين على ترابيزة وقالوا مين فرنسية وتبين بعدين هتشوفوا في وكيتلين بتحكي قصة كانوا هم بيتحرشوا بيها اصلا. بس المهم راحوا قالوا مين فرنسية. فراح كيرلين قالت للولد، قالت للولد اللي قال مين فرنسية، قالت له امك. قام الولد انت بتقولي لمين كده؟ مش عارف انا بعمل ومش عارف ايه. بصيت كده تمن ولاد. طيب هو انا عندي لوان موجودة هتقدر تضربهم لو حصلت لي. قمت لفيت بانفعال وقلت قالت امك وانت على وشك ان انت تاخد قضية تحرش ومناخير مكسورة يا مخنث او يا خنيث. بانزي الجملة دي انتوا لو عايزين تيجوا امريكا لازم تستخدموها كتير. بانزي دي اكتر جملة اكتر كلمة بستخدمها. المهم قام الولد لفلي ولا بص مين قال كده؟ اكيد مش انا اللي قلت كده. مين قال كده؟ الولد بصلي. قمت عمال لي انت قلت ايه وراح واقف في مكانه. طيب لما وقف في مكانه انا فهمت ان هو ولد عبيط ولا يعني انت مع 8 اشخاص فلو انت ما سبتهمش ومشيت لي ده معناه ان انت جبان وهتقف مع بعض. فانا لما شفت الحركة دي قمت رحت مشيت له.
هو كان قاعد هناك وانا كنت قاعد عند البيتزا، سبت الطبق ورحت مشيت له. فالعيال كلهم وقفوا، ال8 ولاد وقفوا، ودي حاجة مضحكة جدا ولسه لغاية دلوقتي انا فاكرها. السبب لغاية دلوقتي ان ما خلاش ال8 ولاد دول يمسكوني يضحكوني ان انا عندي اكسنت. عارفين اللهجة اللي انتوا بتطلع فيديوهات مش برينجلز، برينجلز، ايا يكن العبط ده. هي دي السبب الوحيد ان انا ما مسكتش الدعك، عشان هم شافوا ان انا عندي اكسنت، عرفوا ان انا مش هنا، وعارفوا ان انا مش من هنا. انا كنت لابس تانك توب، وكنت لسه طالع لابس فانيلا ولسه طالع من الجيم، فيعني اللي هو فاهم ابدا لسه جاي من الجيم. ف سمعوا اكسنت قالوا بس ده ارهابي، ده هيودينا في داهيه. بس المهم يعني مشيت للولد وقفت في وشه، قلت له سامحني، قلت له لو انت مستعد لو انت محتاج 8 ولاد عشان تكلم بنت او عشان تضايق بنت، فانت خنيت وجروس اند بولز، وانا مش هترجم الجمله دي، خنيت من الاخر يعني. فقال لي شايف ايه جالك ولد كده. انا لغايه دلوقتي يا رجاله ولد كده من ال8 ولاد راح كلهم وقفوا قدامي. فجاء ولد كان واقف قدامي راح لف حوالين ترابيزه وراح بص لي كده وقال لي انت تعرف انت بتكلم مين؟ وانا لا، ما قلت له ما اعرفش. قال لي انت تعرف انا بتكلم مين؟ قلت له ما اعرفش. البنت كانت مشت، جت تاني قالت ما حدش مهتم، انت تعرف. انا قلت لها لا انا مهتم، انت مين؟ انت تعرف انت بتكلم مين؟ الفكره ان هو واقف حاطط الطاوله في نصنا يعني عشان انا ما اقدرش اوصل له يعني. ففي طاوله وسطنا، الولد التاني كنت واقف معاه وش بوش، كان بيني وبين مناخيره يعني صباع كده. انت تعرف انت بتكلم مين؟ قلت له لا والله ما اعرفش. قال لي انت تعرف انت بتكلم مين؟ قلت له ما اعرفش. البنت دي قالت ما حدش مهتم. قلت له لا انا عايز اعرف انت انا لغايه دلوقتي يا رجال انا ببقى هنا على السرير بتاعي نايم ببص في السقف بقول طب هيكون مين؟ طيب هيكون جو بايدن، مش عارف هيكون مين يعني، ايا يكن. فخلص خلص الموضوع ده، وبيني وبينكم يا رجاله يعني بيني وبينكم كده رعب. انتوا متخيلين 8 ولاد بس انا ماسكهم تهزيء. انا قاعد تعرف انا مين بتاع، وقاعد اجط مش عارف ايه، بس انا كنت اموت من الرعب. انت تعرف بس الفكره ايه؟ لو كان في اي واحد منهم لمسني كنت اول حاجه امسك شوكه واحطها في وشه. ما اعتقدش هينفع اقول كده في اليوتيوب. كنت امسك شوكه واحطها في وشه وكنت اخد الجنسيه الامريكيه. فكنت اخلص من ان انا لازم اتجوز عشان اخد الجنسيه، اللي انا الحاجه اللي انا فاشل فيها المهم فبعدين بعد كده انت مش عارفين لما بعد شويه زعيق في الكافيتيريا. وانا برضو لما مشيت لهم انا اعتقادي انا من اشهر الناس هنا في الجامعه. شفت لما مشينا مع بعض في الجامعه ان دي ناس بتسلم عليا، قلت على الاقل هيجي 4 في الكافيتيريا يقفوا معايا. كنت انا والبنت واقفين وقدامنا 8 ولاد رعب. بس ايا يكن اول ما الكافيتيريا الناس بقى الطباخين ومش عارف ايه دول فرقونا عن بعض، اول ما حد مسكني نزلت سب فيهم بطريقه مش طبيعيه. احطكم كلكم في بعض ولا الطشكم في بعض يا مخانيث يا ما مش تسترجلوا مش عارف ايه، احطكم في بعض ومش عارف ايه وبتاع. مسكني كويس، احطكم في بعض يا ابني ما تسيبنيش. ومسكتهم تهزيء اقسم بالله ضحكي. لو كان الطباخ مسبني كنت هروح في داهيه. بس قعدت اقول لهم احطكم في بعض شويه مخانيث وايت بويز مالهمش عزا مش عارف ايه وسبسبه يعني. المهم هم اتطردوا من الكافيتيريا، وانا كنت الى حد ما في صورة البطل في الكافيتيريا وبس. هي دي القصة دي. بقول لك يا رجالة انا كنت على بعد شعرة من ان انا اتمسك واتهبد في نص الكافيتيريا من 8 اشخاص ما كنتش اعرف اعمل عنها. Good, cut this shit off. Anywho. Okay, where should I start? With when we walked in with the angel? Who the fuck are you? Anyways, okay. So, me and my sister Angel. Who are you? Oh, who am I? Okay, I'm Caitlin, Mustafa's friend. Anyways, okay.
story Don't time. say friend. Okay. Anyways, story time. So my sister was coming to visit me for a weekend a while ago, and we walk. Funny thing. Sorry, but she's from Louisville, which is the same place that Muhammad Ali is from. Oh So yeah, it's- Muhammad Ali's from my. Muhammad Ali. It's Muhammad Ali. Okay, I'm sorry. I'm fucking American. Yeah, Muhammad sure. Ali. Yeah, That's sure. his name. Yeah. That wasn't actually his born name, but What was his born? Yeah. Just tell the story. okay. Anyways. Okay. So we walk into Champs with my sister. She's 14, by the way. She's not that old. Come on. I'm not She's saying more this like- is how tall- okay, she's like this tall. She's 14. And we're walking in, and we're walking past this group of guys. We're going to our table. We have like food in our hands. Walking to our table, and we walk past this table of like 7 or 8 guys. And this one looks at me and goes, "Have you heard of this guy?" And he like says his name, but I don't remember what the name was. I wish I did. But he goes, I was like, "No, should I know who that is?" And he said, "It's a porn star. You should look him up." Like a fucking creep. You're like, and I'm fucking- like, what the hell? I'm like, I'm with my sister. She's 14. Like, leave me alone. So I just like, okay. Just immediately ignore him. He doesn't exist to me. And we go and sit at our table. And we're sitting there. And I see Mustafa from like across the place. So I get up and I go to him and be like, "Hey, Mustafa, where are you sitting? Let's sit together." And then he was like, "Oh, I'm over there." And I said, "Are you with Luan?" And he said, "Yes." I'm like, "Okay, cool. We'll move to that table then." So I go back to my sister and we sit down and I said, "Okay, we're gonna go sit with Mustafa and Luan." And then she goes, "Who's Luan?" At this time, Mustafa's walking behind her. And then I said, "Oh, Luan's Mustafa's French friend." And then the group of guys go, "Who's French? Who's French? Are you French? Are you French?" And like looking at my sister asking, because they know what I sound like. I don't sound French. She didn't. You don't sound dumb. Yeah, fuck French people. Anyways. Yeah, that needs to be. Anywho, so they know that I'm American. I'm not French. So they look at my sister because they haven't heard her speak. She was just like ignoring them as she should. Yeah. And so they go, "Are you French?" Talking to my sister, I said, "That is my sister. She is 14. Please leave us alone. Mind your business." And then Who's French? yeah, he was like, "Who's French?" I said, "Your mother," which was quite funny. But then Yeah, that's hilarious. But then Mustafa, what did you say? I was getting my pizza. I was He like, was getting his pizza like I a was fat ge- ass. shut up. I was getting my pizza and I heard this guy say to Caitlin, my buddy, what did you say to me? What did you say to me? And I fucking laughed when I was getting the pizza and she said, Yeah, your Mustafa, mother. like, stood up. He came in. He was like fucking Nah. Hercules. So I was like, she said your mom and you're about to catch a lawsuit and a broken nose, you Banzi. Banzi means Khanith in Arabic. Oh. Can you say Khanith? Nope. I'm not even Yeah. gonna try it because it's gonna be really offensive because I'm gonna butcher it. So. Yeah. But the Anywho. dudes, they were like, "What the fuck did you say to us? What'd you say?" And then this one guy, this like blonde hair, blue-eyed, white ass man, was like, "Do you know NBC. who I am? Do you fucking know who I am?" And I was like, "We do not care who you are. We don't know. We don't care." I still care. I didn't know And till Mustafa now. was like going up to them. He's like, "Yeah, do something. He's like, "Punch me." بعد شوية كده عشان جاكيتك جديدة ها شفت يا سيد؟ أيوة كده ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني Hold me back. I was ready. I was trying to get a green card. I don't know about you. I was just trying to get a green card. So, yeah. Mustafa was I just still there. want to know who's that guy. I Like- genuinely want to know who's that I guy. know. We never caught his name. He never told us who he was. I don't- He was just like, "Do you know who I am?" Like some bitch. Like, please. But Mustafa was not scared. This is a group of like 8 dudes, like big dudes, and Mustafa's just like, "How dare you? I can't believe you would say that to her." Shut the fuck up. But like he like walks up to this big ass group of dudes, not scared at all. He was just like, "How dare you say that to them?" And I was في حاجة يا أما؟ العيال دي غلطوا فيا. الواد ده معاهم؟ الواد ده ضربني. ولو أنا دخلت هيضربني.
الناس في بيتنا يا معيب شكلك غلطانة. He walks up to this big ass group of dudes, not scared at all. He was just like, "How dare you say that to them?" And I was You're like, trying to earn "My your hero, money, huh? My hero. Yeah. And like there was about to be a fight. I could tell there was about to be a fight, and I walk Dude. up. I'm like, "No, this isn't you. Stop." That was if there was a fight, we were gonna have so much fun. I was gonna get the green card. We were both of us were probably gonna get scholarships. So it's Dude, gonna be. oh, that would've been so great. I wish I there was a went. fight. I wish he punched you. No offense. I went next month. So if I started punching, dude, this dude face looks so punchable. Dude, it was did. insanely I punchable. would have Oh been my so god. happy if someone punched Dude, me. I was had punching my hand on like the on the table. no, and the what do you call it? The Kleenex dispenser, the towel dispenser. Oh yeah, you were like he was like I- gripping. He was like, "How dare?" I wanna grab it and just slam it in his head. Oh my god, that so was gonna be great. so Oh my satisfying. gosh, that would've been so But awesome. I was ready deported. Yeah, my degrees will be If you done. hit first, you probably would have. But Yeah, if he hit it's- first, yeah. So it would've been I fine. was gonna get the green card. So yeah, he bitched out the whole. I was holding Mustafa back. He was trying to fight everybody. I'm like, "Please stop. No, no fights." Yeah, but the only reason it was Luan was there. Luan That's can true. beat somebody up, you know. Luan could've beat them up, but yeah, for yeah, you. yeah. I'll be like, yeah, Luan is here. I'm safe. So yeah, after like a couple of weeks ago, I went there and I was like, I want to file a lawsuit. I want the camera, the Oh, security yeah, you thing. got no, they didn't. I have couldn't. It. They deleted it. It's pretty sad, and there was Because no you went back cameras. so late. If you went Yeah. back like the next day. And you would've there was been no fine. cameras on Oh. the thing on the pizza place and where you were sitting. Well, that's great. Now, if I actually get in a fight there, no one's gonna know. Well, Yeah, that's a good spot to have a fight there. yeah. Not evil, but yeah. I'll keep that in my noggin for next time. Okay, good job. You earned your money. You don't have. I'll win with you. But yeah, good job, Caitlin. وبس يعني شكرا. احنا دلوقتي 1337 مشترك، فيعني كتر خيركم يا رجاله. احنا يعني انا مقصر، انا ما بنزلش فيديوهات، بس ده لا يعني ان انا ما بحب، ده لا يعني ان انا ما بحبكش عزيزي المشاهد، وان انا مستمتع من كل تعليق. انتوا فعلا يا رجاله ما تعرفوش ان كل تعليق حرفيا فخم واسف على اخر 3 ايام انا ما بردش على انستجرام عشان مسحت الانستجرام. الفاينلز جاي وانا خايف، بس اوعدكم انا قاعد في امريكا في الصيف وممكن انزل مصر اسبوعين على الاقل، وده وعد شويه صعب. على الاقل هيبقى في فيديوهين في الاسبوع. دي يعني عايز قبل ما السنه الجديده تبدا نوصل ل100,000 سوا، والموضوع سهل. احنا كل ما بننزل فيديو وانت يا رجاله وبتعلقوا وبتعملوا لايكات بتشيروا بنوصل، بنزيد بنتضاعف كل فيديو ينزل. فلو اتضاعفنا مع الفيديو ده وعلى الفيديو الجاي عن السيارة وسلسلة فلسطين، وانا هنزل لكم فيديو برضو قبل ما الناس تسافر هنا عن التخصصات في الجامعة وايه التخصصات الحلوة في امريكا، عشان اظبطكم عشان لما تيجوا هنا تبقوا عارفين انتوا محتاجين ايه. بس يعني انا فعلا سعيد ان انا بصور فيديو تاني، مع ان انا حاسس ان انا نفسيتي طلعت الفيديو امل من ان هو ممكن يطلع، بس انا سعيد ان انت كملت للاخر. و اطلع بره.